ويحدث أن يخرج الإبداع من وراء القضبان. لطالما اقترن النزول بالسجون في وعي المجتمع بالسمعة السيئة والتأثير السلبي، لكنه ينسى في المقابل أن السجون كانت في أحيان كثيرة سببا في اكتشاف النزلاء لطاقات كامنة فيهم لم تظهر تحت غطاء الجريمة. سجن الهوارب الذي يبعد 30 كيلومترا عن ولاية القيروان أصبح ورشة لممارسة هذا النزيل لفن التزويق على الخزف بعد أن انخرط ضمن مشروع التأهيل والتكوين الذي يشمل عدة اختصاصات. تعلمنا التزويق على الفخار وعلى الخشب وعلى برشا حاجات تعلمتها ما تعلمتهمش في السيفيل، تعلمتها من هنا في السجن. بإذن الله عم بتبيع من هنا مش تخرج يسيبوك من هنا بشهادتك أنت بتبيعها. إن شاء الله البرا كي نخرجوا نلقاو شكون يحتضر لنا. العودة للسجون كانت ولا تزال من بين أبرز التحديات التي تؤرق وزارة العدل، ما دفعها لبعث مشروع التأهيل والتكوين القاضي بخضوع النزيل إلى تكوين يسمح له بعد ذلك بالحصول على شهادة مختومة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل. التكوين تدوم 6 أشهر، يتحصل أثر المتكون عليه شهادة في الاختصاص ومعناتها ويتم تسلمها من طرف الوكالة الوطنية للتكوين المهني، ويشرف على الامتحانات أستاذ تابع لوزارة التكوين المهني والتشغيل. إدارة السجن نظمت معرضا بدار الثقافة بالقيروان على مدى 4 أيام سعيا منها إلى الخروج بإبداعات النزلاء من أسوار السجن. المعرض أغرى الكثير من الزوار الذين تحدثوا عن أهمية هذه المبادرات وعن حرفية إبداعات النزلاء. ما كنتش ننتظر أني مش نلقى حاجة كما هكا، شيء كبير عجبني برشا، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. ظاهرة العود مؤشر لحاجة السجون إلى تدعيم دورها الإصلاحي، ومشروع التكوين والتأهيل يبدو النواة الواعدة لمنح النزلاء وسيلة مادية لإنجاح اندماجهم خارج السجون والحول دون عودتهم إلى